بتعرفي بأنه بأمريكا في 2.5 مليون بنت بيشاركوا بمسابقات الجمال كل سنة؟ يمكن الرقم مفاجئ، بس المفاجئ أكثر هو التضحيات اللي بيقدموها لحتى يشاركوا بهيك مسابقات. مسابقات الجمال اللي بدأت بالأصل كفعاليات لتزيد النشاط السياحي عام 1921 تحولت هاي الفعاليات لسجن من المعايير القاسية للمتسابقات والنساء بشكل عام. في دراسات بتقول بأنه نسبة كبيرة من المشاركات هن تحت الحد الأدنى من الوزن الصحي، يعني ما رشاقة هي سوء تغذية. ودراسات تانية بتقول إنه 87% من اللي بيتابعوا هاي المسابقات هن مرضيانين عن شكل جسمهم. فالموضوع ما عاد مجرد مسابقات، فالسوشيال ميديا وحتى الإعلانات والمجتمع كلهم صاروا عامل ضغط، لدرجة بأنه البنت ممكن تخاطر بصحتها أو حتى بحياتها بس لحتى تقرب من هاي المعايير الوهمية. وبالنهاية جمالنا ما بينقص بالمسطرة، وصحتنا الجسدية والنفسية فوق كل شيء. وانتو شو رأيكم؟